الرحمن الرحيم. صباح الفل عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يوم ربيع، يوم جميل، يوم شم النسيم وعيد الربيع. طبعا كلنا بنستنى اليوم ده بقى نحتفل بيه وبنخرج. وطبعا بقى اخواتنا بقى المسيحيين كل سنة هم طيبين برضو، يبقوا اليوم ده بالنسبة لهم يوم حلو جدا، لانه بيبقى قبلها العيد بتاعهم وكده. كل سنة لكل الأمة الإسلامية والمسيحية يا رب، كل الشعوب يعني كل سنة وانتم طيبين. بصوا المنظر جميل ازاي، منظر البحر ما شاء الله جميل جدا، يعني ما شاء الله. والخضرة أو الأشجار بتحسي في اليوم ده سبحان الله بيبقى ليها ألوانها جميلة ومبهجة جدا. أنا طبعا المفروض كل سنة بروح أقضي اليوم دون عند والدتي، عندنا غيط في البلد. بنحب بقى نروح هناك وبناكل الاكله الجميله اللي احنا متعودين عليها، هو الفسيخ والرنجه. طبعا بناكلها بقى ايه، وحوالينا بقى الاشجار في الغيط وشجر التوت بقى ما شاء الله، شجر الفراوله. يعني ما شاء الله بيبقى يوم جميل جدا. بس انا للاسف يعني ايه، مش هينفع نروح السنه دي، بقى عندنا اعداديه ومذاكره، فطبعا بقى ايه مش هينفع خالص. بص في شكل المركب في البحر جميلة جدا، لو انتوا شايفين معايا المنظر جميل قوي يعني ما شاء الله. طبعا انا وعمر بقى هناكل الاكلة دي هنا لوحدينا. هنيالهم بقى اللي قاعدين في الغيط، ربنا ربنا معاهم بقى، مش هنقر عليهم يعني، واللي بيتفسحوا برضو ربنا يا رب يجعله يوم جميل وسعيد على الكل يا رب. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، في ناس مش بتحتفل باليوم ده، بيقولوا ان هو يعني حرام او ان هو بدعه. طبعا كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، كلنا عارفين. بس البدعه لما تكون مقترنه بالدين بقى ساعتها بدعه. طبعا طالما الاكل دخلت في الاكل او اللبس ملوش علاقه بالبدعه، تمام. طبعا شايفين بقى كده انا بلكونتي يعني ما فيهاش اي نوع من الزراعه يعني، كنت زرعاها قبل كده، كانت مليانه بزراعه جميله، وكان فيها صبار بلدي وصباره فرنجي، وكان عندي نعناع، وكان عندي زهور كتير قوي، لدرجه كنت بشحت يعني بدي جيراني او هادي الناس بيها او كده. بس للاسف كلها بقى يعني ايه دبلت وماتت يعني. انا كنت بمر بظروف صعبه جدا يعني، وكنت عندي حد عزيز عليا وتوفى وكده، فطبعا الفقد ده شيء صعب جدا. اضطريت ان انا اهمل في الازهار بتاعتي كلها، طبعا ايه دبلت وماتت. بس انا بوعدكم ان شاء الله هنعمل روتين في البلكونه باذن الله، وهعمل معاكم كده نزرع مع بعض ان شاء الله. ربنا يسهل كده يعني. يوم جميل جدا مش عايزين نضيعه، لان احنا طبعا هنقول بقى مش هناكل فسيخ ولا رنجة. طبعا ما ينفعش ما ناكلش فسيخ ورنجة، لان في الميعاد ده بتبقى الفسيخ والرنجة بيبقوا معمولين بطريقة حلوة جدا. كل المحلات الفسخاني او محلات اللي هم بتوع الرنجة بيبقوا عاملين بتبقوا مستعدين اليوم ده، ففي اليوم ده بتبقى الاكلة دي بتبقى طعمها تحفة جدا يعني. بص انا عايزه اوريكم، بصوا منظر البحر جميل جدا يعني. الاكله الجميله دي هناكل اكله بقى ما شاء الله يعني، نشرب بقى نحبس بقى بكوبايتين شاي محترمين كده، يعني ايه حاجه جميله جدا يعني. بصوا مع المنظر الجميل ده بقى نفسنا ايه هناكل بقى ايه. انا بحب اكل الاكله دي الصبح بدري، ما بحبش اكلها متاخر، يعني باكلها الظهريه كده على اذان الظهر يعني. طبعا بقى عشان هناكل لنا بالعشر ترغيفه ولا حاجه وايه نحبس كده بالشاي، ونقعد بقى ايه نصوم ونصلي عليها بقى، نعمل رجيم بقى ونروح جيم بقى مش مشكله. كانوا الحياه مش مستاهله اي حاجه والله يعني، وكفايه علينا ضغوط الحياه لوحدها. مش هنيجي في اليوم ده كمان ونقول اليوم حرام وحلال وملوش علاقه بالدين خالص والله. هو عادة فرعونية قديمة، فأحب أقول لكم انبسطوا النهاردة وتمتعوا بالمناظر الجميلة والخضرة الخلابة. أحلى بقى كوباية شاي نشربها بعد الأكلة دي بيبقى ليها طعم تاني خالص يعني. لسه عمر ابني بيشرب الشاي بيقول لي يا ماما ما شاء الله طعم الشاي تحفة يعني. بص المنظر جميل قوي والجو بديع، والعصافير بقى رايحه وجايه كده، منظر ما شاء الله حلو جدا. بس صراحه هو مش حلو من غير مامتي واخواتي يعني.
بس يلا هنعمل ايه بقى، الظروف حكمت ان احنا ما نخرجش النهارده. نشرب بقى الشاي بتاعنا. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، مين يتفق معايا ان الشاي ما بقاش ليه طعم زي زمان؟ كنا زمان نشرب كوبايه الشاي كده تضرب في النافوخ يعني زي ما بيقولوا. دلوقتي الشاي ملوش طعم، مش عارفه ليه. يعني انا ممكن استطعم الشاي الصبح بدري، بعد الاكله اللي احنا كلناها دي، بس في معظم الوقت بحس ان الشاي ما عادش ليه طعم زي الاول. الاشجار في اليوم ده جميل جدا ما شاء الله، والورد والورود والازهار الجميله بتبقى باليوم ده حلو قوي، الوانها جميله جدا مبدعه يعني. على رأي السندريلا الجميلة بقى، ما كانت تقول الدنيا ربيع والجو بديع والورد مفتح، شوفوا شوفوا. كل سنة وانتم طيبين، تعيشوا وتاكلوا يا رب كده، وعيدكم ربيع، صباحكم ربيع، ويامكم كلها ربيع يا رب، ويكون كده فصل الصيف كده سعيد علينا وعلى الكل كده يا رب، ويوفق ولادنا وينجحهم في الامتحانات. يلا السلام عليكم.